لكم طريقة شرح عرق النساء بطريقة سريعة. شو عملنا؟ بداية بنرفع الإيد من هيدي هون، بنجيب ما عندك أدوات، ما في لا إذا ما عندك أدوات علاجية يعني ضلك فرفك عليه. يعني اهتميت بعرج النساء. لاحظ بتاخذ خلينا بطل هيك. إذا ما عندك أدوات بس عندك أدوات تستعملها بغض النظر بتجيب هلا ايه هولي الادوات وهيدا بس بغض النظر بنجيب هلا من هون كعرق النساء، بنضل نفتح الطريق بهدوء. نحن وماشيين سنجد اشياء معلقه تحت الجلد تسمى ادهيجنز، مثل ملح خشن، مثل البرغل، هيك شيء. ها يا لاحظت يا حوي هون هون بس هيك مشيت سلة خلص فتحنا البصرات. كمان نعملها هون والجواني بس من الظهر يجب بهدوء، ما تدخلي لانها عظم. سو بهيدي الحركه بتحط لها شويه ماء هيك لاحظوا بتلاقي انتفاخ. عندما تجد الانتفاخ انت مهنتك ازاله الانتفاخ، مهنتك بس في طريقه، لان احيانا الانتفاخ عنيد بيوجع مؤلم. يروح في عدة طرق نستعمل الإصبع الثاني كذلك. نحن هلا خلص نحن انتهينا. يروح شو بنعمل؟ بدنا ننتقل للجهة العليا. نحن بس ناخذ هيدا الرسول. ما عندك رسول بتجيب خشبة مبرومة، قلم رصاصة، بتجيب السواك، بتجيب الرورو تبعت الشعر النسوان. بغض النظر 1000 وسيلة بتجيبها. بعدين بنعمل خلص. هلا لاحظوا بنجيب القلم وبنرفع هيدي، نرفع الاصابع كلها سوا، وبعدين بنشتغل من فوق بهدوء. ترخي ايده للشخص حاططها على الطاولة ونتنفس بهدوء ما تشد عليها تعمل عنطر. ما في عنطر هون، لا توصل لنقطة خفيفة هيك، اقعد عليها بهدوء بس من ايدك تحت ضلك سبورت. نعم. لاحظ لو بشد له هلا بسحب له اياهم وعم تستشعر صح؟ نعم. انت باليوكا نعم. مدرسة. هلا ماذا نفعل؟ دغري في عندك فلفل الاسود بس نعم. ما في داعي. بس هل فعال الفلفل الاسود يعني اذا واحد بس احيانا بجيب فلفل اسود. نعم. الفلفل الاسود على طول هذا العمود الفقري. وتمسك عليه ويلزق. صحيح. هلا في 1000 طريقه كمان لو وسيله حرق الجسد، ما في داعي نشتغل نفس الطريقه لان في نقاط. نحن اشتغلنا هلا بنظام الاساسي. في عندك بعض انظمه كثير، بعد في عندك 3 انظمه. صحيح. نشتغل نظام واحد بس اسهل للناس يتعلموا. هيدي الوسيله الممتازه تسارع بعلاج عرق النساء. بس هلا عرق النساء خلص بغيب مدى عمر الطويل. كيف مدى عمرك؟ يعني اذا اكلت انت هلا ما بتجوع بعدين بدك تاكل ما يشبع، ما انت حسبه قاعد وقعت واخذت هواء بيجيك وجع. ما انسان انت كائن حمل ثقيل. بده واحد يعني بده ياكل ما يشبع، ما جوع مدى عمره. صحيح. ربما هيدي وسيله ممتازه كانت تسارع بعلاج عرق النساء. بس طبعا ما تعتمد عليها كمان في وزنك، في طريقه حياتك. شكرا لوقتك، بتمنى لك التوفيق والسلام عليكم دكتور.